هاد القصة ديال واحد الدار مهجورة في المدينة القديمة ديال مدينة فاس، في واحد الحومة اللي الرجل فيها خفيفة والغاشي ما كيدوش منها بزاف. هاد الدار عندها واحد الباب ديال الخشب من دوك البيبان العتيقين اللي كيبانو قدامين بزاف. الناس ملي كيهضروا على هاد الدار غير كيوشوشو وكيقولوا باللي الباب ما كيتحل غير في الليل، ومع اول دقة ديال منتصف الليل بالضبط. اللي كيجرب يحلو في النهار ما كيوقع له حتى شي حاجه، ولكن في الليل ليستوار كتبدل. ياسين شاب فضولي وما كيعرفش كاع يدخل سوق راسو، ما كيامنش بزاف بدوك الخرافات. قرر يمشي يشوف الحقيقه براسو. تسنى حتى داز نص الليل وقرب للدار والقلب ديالو كيدق. منين شد بواني ديال الباب تحل بوحدو وبلا حتى صوت. خطوه وحده لقى راسو وسط الدار، وشويه لقى راسو في بلاصه معروفه. ملي بدا يدور راسو كيقول هادي حومتي، هنا كبرت، هذا السروال اللي كنت كنلبس فاش كنت صغير. شويه كيبان ليه با قدامه وكيضحك وشاد كره وكيقول ليه يلا نلعب واحد الماتش اخر. ياسين حس بالدموع كتنزل بلا ما يحس، لعب ضحك جرى ونسى كلشي، الوجع الوقت وحتى الموت. ولكن ملي بدا الضو ديال النهار كيطلع سمع واحد الصوت كيعيط ليه. ملي دور راسو لقى راسو واقف عند الباب، والذكريات لداخل بدات كدوب بحال الضبابه. با قرب ليه حط يدو على كتفو وقال ليه عيش حياتك وما تبقاش معلق في الماضي يا ولدي. ومن بعد كلشي اختفى. ياسين فاق لقى راسو قدام الدار القديمه والباب مسدود بحال الا ما تحلش نهائيا. رجع لدارو وهو هادئ ولكن قلبو عامر. فهم باللي الماضي ما كيرجعش، ولكن الذكريات كتبقى قوه كتعلمنا نكملوا للقدام بلا ما نساو الناس اللي عزازين علينا.